السلام عليكم أخواتي. كنتمنى تكونوا بخير ويدخل علينا شهر رمضان بالصحة والعافية وزيادة في الإيمان. اليوم بغيت نوريكم مكان اللي خصص للصلاة. لأنني شفت على اليوتيوب بأن بعض الأخوات مخصصين أماكن للصلاة ومجهزينها، فبالتالي داروا فيا الحماس باش انا نوريكم مكاني ديال الصلاة. هذا بيت انا مخصصه يعني العائله او الاصدقاء الى جاو باتوا عندنا، فبالتالي دابا في رمضان كتقل الزيارات. اذا اصلا انا كنصلي في هذا البيت، ملي ما يكون عندي حتى شي حاجه انا كنصلي في هذا البيت، ولكن الان انا جهزته لاستقبال هذا الشهر الكريم، هذا الضيف العزيز علينا اللي هو شهر رمضان. اذا كانت هنا واحد الكبافوس حيدتها ودرت بلاصتها هذا. اذا هنا اش وضعت هنا على الجنب غنوريكم. هذه غير قنينه زجاجيه درت فيها، وضعت المسبحه فيها التسابح، ها هما علقتهم باش يكونوا سهل عليا نلقاهم الا بغيتهم، رغم انني في الغالب الاحيان كنسبح بيديا. هنا درت بعض العطور اللي عندها ريحه العود، لب الورد، اذا هذا تاع عطر العود. اذا هادو بعض العطور. هنا عندي حامل المصحف، فرشت لي واحد الزربيه صغيره. اذا هنا عندي هذا المصحف نقرا فيه ونشوف تفسير الكلمات. كاين هنا تفسير الكلمات في الجنب، يمكن كلمه الا ما فهمتهاش نشوف التفسير ديالها. هذا كنقرا فيه بزاف. وهذا خاصه الا بغيت ما مشيتش للمسجد مع الزوج ديالي وبغيت نصلي التراويح في البيت في الفجر، ما كنمشيش للمسجد. اذا فبالتالي هذا كنستعملو التراويح، صلاه التراويح نقرا فيه ونشوف فين وقفت. اذا انا كنخصص في رمضان بزاف المصاحف، واحد نقرا فيه، واحد نخصو الحفظ. اذا فبالتالي باش هذوك المصاحف اللي عندي في الدار كلهم نقراهم باذن الله. اذا هنا عندي واحد الكتيب كنت خديته، هو التفسير الميسر. هنا كيفسر لك الصوره بكامل، كل ايه كت عندها التفسير ديالها. عندك يعني مكتوب هنا مثلا هاد الصفحه اللي هنا تاع القران، فبالتالي في جنبها كاين التفسير ديالها. نقرب شويه من بعد، المهم ما كتبانش مزيان، ولكن كل صفحه هذا اللي في الاطار راه هي ايات من القران الكريم، وفي الجنب ديالها تفسير الايات. هذا زوين كيشرح لكم مزيان، كيفسر لكم القران، لان الا بغيتي تحفظ القران مزيان خاصك تعرف التفسير ديالو. هنا وضعت مبخره ديال العود، وهنا ايضا عندي مسبحه وهذه فيها البخور. وهنا بعض الكتيبات الدينيه، مثلا جوامع الدعاء، هذا فيه الادعيه. عندنا التبرك المشروع الممنوع. وهذا الكتاب اللي كنت قريته وبغيت نعاود نقراه، مفيد، ويعني ما كتخايش تحيدو من يدك، وهو سيرة النبي المختار، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كتشوف الحياة ديالو باش مر، فبالتالي هاد السيرة النبوية بغيت نعاود نقراها إن شاء الله في هذا رمضان، لأن هاد الكتاب اللي هزيتيه والله ما كتخايش تحيديه، كتشوف شنو داز على النبي صلى الله عليه وسلم وشنو يعني من الصور ديالو. وعندنا التوحيد الى اخره. وعندنا حصن المسلم. هذا حصن المسلم كلكم كيعرفوا، فيها الاذكار، فيها ادعيه الصباح والمساء. اذا هنا ولا بد في كل صباح نديروا اذكار الصباح، وفي المساء كنديروا اذكار المساء، وعاد كاين بعض الادعيه الماثوره. اذا هاد الكتيبات انا بغيت نخصصهم ملي نكون في هذه الغرفه نقرا في هذا رمضان باذن الله، باش نتعودوا عليها يعني طوال السنه ماشي غير في رمضان. وهنا درت هاد البليصه نجلس فيها الا بغيت نقرا، او بما ان كاين سرير نقدر الا كنت عيانه نجلس في السرير. وهنا درت السجادات، انا نحطهم لك فوق هنا. اذا عندي هاد السطيله المعدن كلكم كتعرفوها تاع مغربيه، ودرت فيها جمعت فيها السجادات بالطبع خصهم يتعطروا ويتبخروا. غنوريكم طريقه تعطير هاد السجادات، وايضا لباس الصلاه. انا بالنسبه لباس الصلاه راه دايره مورا الباب معلقه. بغيت نوريكم ايضا هاد الساعه وهي في منبه للصلاه. حنا ساكنين بعاد على المسجد وما كنسمعوش الاذان، فبالتالي درنا هاد المنبه اللي كيبين لنا يعني
كيولي عندنا الاذان في كل وقت صلاه، وكاين وقت الاقامه والتاريخ الهجري، فبالتالي عندنا الاذان في الدار دايرين هنا. كنتمنى هذا الفيديو يروقكم، وان كل وحده دير لها مكان للصلاه والتعبد. يعني ماشي بالضبط يكون عندنا بيت خاوي، راه نقدروا في الصالون ديالنا نقدروا، وما كاين ما احسن من يعني غرفه النوم الشخص. اذا هو يخصص لها مكان ولو كان صغير. لاحظوا انا هاد اليسار راه صغيره ماشي شي حاجه، حيت عندي هنا مكتبه هنا فيها كتوبه الى اخره، فبالتالي هذا بيت صغير بزاف، ولكن كيقدنا للصلاه. ملي كنبغيو نصليو راه كيقدنا للصلاه.